انت بتدور على علاج بالاعشاب لاي مشكله صحيه بتواجهك، فانت ما ينفعش تفوت الفيديو ده. اهلا بيكم. انا ما عرفتكمش بنفسي قبل كده، بس انا محمد عادل وانا صيدلي، وزي اي صيدلي احنا بندرس الاعشاب وموادها الفعاله وخواصها العلاجيه من اول ترم نخش فيه الكليه لحد ما نخلص الجامعه. وده ممكن يفسر لك هوس بعض الناس في المجال الطبي على العلاج بالاعشاب، لان الموضوع حقيقي مبهر، ولان فعلا تقريبا كل العلاجات اللي احنا وصلنا لها لحد دلوقتي كانت بفضل الاعشاب اللي موجوده في الطبيعه ودراستها وتطويرها كمان. فتابع معايا كده عشان نشوف عظمه وقدره الاعشاب على مواجهه الامراض. وتعالى نبدا بالتقيل ونتكلم عن امراض القلب والاوعيه الدمويه وعلاجها بالاعشاب. من بداية الحضارة والأعشاب كانت جزء لا يتجزأ من المجتمع، وكانت بتتقدر قيمة الأعشاب دي على حسب حاجتين: الطعم أو العلاج. وفعلا قدم لنا الطب الشعبي أدوية بقت قوية جدا بعد تطويرها، زي مادة الديجيتوكسين، ودي موجودة في عشبة الديجيتالس أو بيسموها قفاز الثعلب. ده نبات خطير جدا وبنستخدمه في فشل عضلة القلب الاحتقاني، بس ده نبات سهل جدا تتسمم بيه لدرجة إن كان في ناس بتنتحر بيه زمان أو حتى بيموتها بالصدفة. وزي كمان مادة الساليسين، ودي مصدر طبيعي للأسبرين وبنلاقيها في لحاء الصفصاف. دول على سبيل المثال وليس الحصر طبعا. الطبيعة فيها أدوية كتير جدا ممكن نعالج بيها مشاكل القلب. طيب تحب ندخل على أمراض الضغط؟ عندك نبات اسمه الإفيدرا، بنستخرج منه مادة اسمها الإفيدرين بنعالج بيها الضغط الواطي. وكمان في جذور اسمها جذور التعبان، ودي بنستخرج منها مادة الريسبرين، والمادة دي بتعالج الضغط العالي وبعض المشاكل النفسية لأنها بتأثر على الموصلات العصبية في الدماغ. وكانت فعلا لما بيستخدموها زمان بتنزل الضغط وبتهدي الأعصاب، ولكن كان ممكن تهدي الأعصاب لدرجة تجيب اكتئاب وأفكار انتحارية. ويا سلام بقى لو حد واخد الأعشاب دي وهو عنده اكتئاب مش متشخص. فلازم تخلي بالك بقى معايا، عشان هنا في مشكله مهمه جدا، وهي ان مش كل الناس اللي بتعاني من مشكله صحيه ما هينفع لها العلاج بالاعشاب. كل الامراض ليها درجات واسباب، وكل درجه ليها علاجها. ده غير ان الاعشاب مفيش عليها رقابه كافيه خالص، ومش هتقدر تتاكد اذا كانت الحاجات اللي انت اشتريتها من العطار دي مضروبه ولا لا. وده شائع جدا لدرجه ان احنا كنا في الجامعه بنمتحن على عينات متجابه من السوق ونشوف نكتشف هي مضروبه ولا لا. كمان الاعشاب دي علشان نوصل منها للماده اللي احنا عايزينها وعايزين تاثيرها لجرعه واحده لعلاج مرض ما، هنحتاج من بعض الانواع كميات كبيره جدا، وفي انواع تانية سميتها عاليه وهنحتاج منها كميه قليله جدا والا هنموت. ده غير ان احنا لازم نستخلص الماده المطلوبه من النبات ده لعلاج المرض بمنتهى الدقه، والا الماده نفسها هتبوظ. وما تنساش كمان الاعراض الجانبيه للمواد التانية اللي مش هتفيدنا في حاجه لعلاج مرض ما، ولكنها لا تزال موجوده جوه النبات. وعلشان كده الطب الحديث تولى مهمه تصنيع الادويه بالاساليب الحديثه بعد الابحاث العلميه الكافيه طبعا. طب تعالوا بقى نتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي علاج مرض السرطان بالاعشاب. في فعلا ابحاث عن بعض النباتات ممكن نستخدمها ونطورها علشان نعالج بيها المرض الوحش، ولكن اي حد بيتكلم عن نبات هتستخدمه في البيت هتغليه او تنقعه علشان تعالج بيه السرطان فهو نصاب وبيتاجر بآلام الناس. اما عن اخر واشهر حاجه انا حابب اتكلم فيها، هي علاج السكر بالذات النوع الثاني بالاعشاب. فعلا في دراسات بالهبل على نباتات ممكن تتحكم بيها في سكر الدم، ولكن على المدى القريب. والدراسات دي لما تبص لها من قريب هتلاقي شويه حاجات غريبه كده. عندك القرفه مثلا، في دراسه في 2016 كانت نتائجها ان القرفه ممكن تحسن تحليل الدم الصايم، ولكن في نفس الوقت اغلب المشاركين في الدراسه دي كانوا بياخدوا علاج السكر بتاعهم عادي. وعندك الحنظل، والدراسات لقت لحد دلوقتي ان هو بيفرق في تحليل السكر الصايم، ولكن ما بيفرقش خالص في التراكمي. فانت لحد دلوقتي عندك اعشاب كتير الناس كلها بتتكلم على انها بتعالج السكر، ولكن في نفس الوقت الدراسات لسه ما شافتش ده بشكل واضح. وتاثير استخدامها اليومي الروتيني على المدى الطويل على جسمك على فكره مش معروف. ده غير ان الجرعه بتاعتهم صعب تتحكم فيها. يعني امتى هقول انا خدت كده جرعه السكر النهارده؟ بعد معلقه واحده من العشبه الفلانيه ولا معلقتين؟ انا بشوف دكاتره بتقول جرعات للاعشاب بمنتهى الثقه لمعالجه الكوليسترول والسكر، والكلام ده مش علمي. اقوى مشروب على وجه الارض، انا مش عاوزك تشربه الا مرتين ثلاثه في اليوم، للسليم وللمريض. للسليم هيعملوا مناعه جميله جدا، يدوب له الدهون اللي حول الاوعيه ويدوب له الاملاح ويقوي المناعه بتاعته. وللمريض طبعا هو محتاجه عشان يسلك اوعيه القلب واوعيه الكلى المسدوده واوعيه الامعاء اللي مش قادره تسلك. يعني انا عايز افهم هو درس الكلام ده فين؟ ناهيك عن التفاعلات والتداخلات اللي ممكن تحصل لو دمجت العلاج بالاعشاب مع العلاج الدوائي من دماغك، في كوارث صحيه ممكن تحصل لك. مهم جدا ان انت تعرف ان مش كل حاجه طبيعيه كويسه، وان كلمه طبيعي ما تساويش ان المنتج ده كويس او امن، لان ببساطه النباتات السامه كلها طبيعيه، والبكتيريا والفيروسات وكل الحاجات الممرضه حوالينا طبيعيه. فاتكلم مع الدكتور وانت بتكشف او مع الصيدلي وانت بتصرف العلاج، وقول لهم على كل حاجه انت بتاخدها من ادويه او اعشاب عشان تتجنب اي مضاعفات. واتكلم معاهم كمان في اي معلومه طبيه انت سمعتها قبل ما تبتدي تستخدم علاج من دماغك او اعشاب من دماغك، او حتى توقف اي حاجه من دول من دماغك. واشوفكم على خير ان شاء الله.